السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم كلمتين كده في الأول قبل ما أسرد إنجازات أشرف صبحي في الرياضة المصرية. اللي جاب جوهر نبيل نكاية في الكابتن محمود الخطيب، ربنا شل دماغه وما دلهوش على الصح. هو افتكر إن الخلاف اللي بين جوهر نبيل والخطيب، جوهر نبيل هيقدر يعمل حاجة؟ كان أشرف صبحي قدر يعمل حاجة. لو كابتن سكت ومجلس إدارة سكت إحنا ما بنسكتش كجماهير. بس أنت فاتك إنك تجيب الأشد خصومة مع الخطيب من جوهر نبيل، حسام غالي. وجوهر نبيل عمل ايه؟ جوهر نبيل ايه المشكله بينه وبين الخطيب؟ جوهر نبيل معاه حق والخطيب معاه حق، الاتنين ما تعرفش مين اللي صح ومين الغلط. الخطيب همش جوهر نبيل لمده 4 سنوات، كان زيه زي اي كرسي مرمي في الجنينه في النادي الاهلي. 4 سنوات ما كانش ليه اي دور في مجلس الاداره، بسبب بيقولوا انه كان بينقل حاجات لمحمود طاهر. وحضر مره مؤتمر صحفي لمحمود طاهر والخطيب عرف. انت لو جبت حسام غالي كنا اتفرجنا على معركه تكسير عظام، وما كانش هيستحمل برضه حسام غالي. وعلى فكره حسام غالي عظمه زرقاء وليه ظهر جامد سنده. مش هتكلم اكتر من كده. هنيجي نسرد انجازات الاستاذ اشرف صبحي. الاستاذ اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. في وزير شباب ورياضه في العالم كله يستدعي لاعب من نادي من انديه الدوري علشان يجدد عقده؟ ده فرجاني ساسي. في وزير شباب ورياضه يروح معسكر المنتخب ويبعت لزيزو يقول له انت ما جددتش ليه لنادي الزمالك؟ دي حاجه تانية. في وزير شباب ورياضه نادي بيلعب باسم مصر وبيكسب بطولات قاريه، ما يبعتش برقيه تهنئه ولا يقابلهم في المطار. في وزير شباب ورياضه يشتغل مقاول انفار ويروح يلم من جميع مراكز الشباب ومن انحاء الجمهوريه جماهير لبيراميدز علشان نهائي افريقيا. في وزير شباب ورياضه يكون شايف الغلط واللعب غير النظيف وما يتدخلش. كلام موجه لبيراميدز، وكلنا شايفين بيراميدز بيتعاقد مع ايه، ومداخيل بيراميدز ايه، ولا ميزانيه بيراميدز ايه، ولا اصول الثابته بتاع بيراميدز ايه عشان يسيبوا يجيب اللعيبه بالمبالغ دي. في وزير شباب ورياضه يخاف من رئيس نادي. مرتضى منصور كان عامل مؤتمر صحفي في نادي الزمالك واشرف صبحي مشي. اشرف صبحي وهو ماشي سمع مرتضى بيشتم مصطفى مدبولي، فاشرف صبحي رجع علشان يشوف مرتضى بيعمل ايه. مرتضى شافه قال له انت ايه اللي جابك؟ يلا اطلع بره. وطلع بره. في وزير شباب ورياضه يبعت يفتش على نادي الزمالك ويشوف المخالفات دي كلها على مرتضى منصور. بيقال ان كان عنده مخالفات بمليار و800 الف جنيه، ويطلعوا طلوع امن من غير ما حد يلمس شعره منه. في وزير شباب والرياضه يشترك في المهزله بتاعه الخطاب بتاع الاتحاد الافريقي لتنظيم لتنظيم نهائي افريقيا بالاشتراك مع العطار والكلام ده. وقال لك انا هعمل لجنه تقصي حقائق وهنجازي اللي عمل كده. هو خاف لان يا جماعه الواد اللي كان ماسك جمال الصعيدي اللي كان ماسك انا بقيت انسى والله القريب، جمال علام، طلع قال لك ان احنا بعتنا الخطاب ده لوزاره الشباب والرياضه وما تردش علينا. يعني قال لهم حطوه في الدرج. في وزير شباب والرياضه يعمل كده مع نادي مصري ويخلي النادي المصري ده يخسر بطوله قاريه؟ في وزير شباب والرياضه يعمل المهازل دي كلها؟ في وزير شباب والرياضه
يكون سبب في سحب الارض بتاعت 6 اكتوبر من نادي الزمالك؟ عمر حسين لبيب ولا هشام مجلس ادارته يتجرأ ويبيع متر واحد من ارض نادي الزمالك لاي حد؟ هشام نصر ملأ الدنيا هايجة وبيطالبوا ان مجلس الاداره يتحال للجنايات. طلع قال في برنامج احنا كل حاجه واخدين بيها موافقات من وزاره الشباب والرياضه. يعني انت يا اشرف الصبح اللي سمحت ليهم ان يبيعوا ال 19 فدان، وباعهم لمين؟ باعهم لمين؟ للاتربي والجمال وعمرو الجنايني اصحابك. ولحد دلوقتي باقي ما قدرتش تقيل مجلس اداره نادي الزمالك، مع ان الجماهير كلها كانت بتطالب ان مجلس اداره الزمالك ده يتم اقالته. واقلت انت نصر ابو الحسن رئيس نادي الاسماعيلي علشان مخالفتين بتوع الاثنين لعيبه في الفيفا، وشوف الزمالك وصل ل 12 ولسه ربنا يعلم ايه اللي هيحصل تاني مع نادي الزمالك. في وزير شباب والرياضه يسمح او يضغط على اتحاد كوره ان الزمالك يأيد صفقاته ايام ما كان ليه صفقات وعليه مديونيه لاتحاد الكوره؟ ده الاهلي هو بقايد كهرباء قالوا له ادفع الفلوس اللي عليك، والاهلي راح دفع ال 4 مليون جنيه اللي كانوا عليه عشان يأيد كهرباء. في وزير شباب ورياضه يخلي فريق زي بيراميدز يلعب من غير رخصه، والزمالك يعتبر بيلعب من غير رخصه في بطوله افريقيا وفي الدوري. لازم تسدد الفلوس اللي عليك لاتحاد الكوره عشان يطلع لك رخصه، ولازم يكون في لعب نظيف بالنسبه لبيراميدز علشان يشارك في بطوله افريقيا. يا راجل ده برشلونه عشان مليون دولار للواد حمزه عبد الكريم قعد يجي شهر عبال ما يوفق اوضاعه ويشيل لعيب اغلى من حمزه عبد الكريم عشان يأيد عنده حمزه عبد الكريم. ده اللعب النظيف ودي الناس المحترمه. هقول لك ايه يا اشرف الصبح؟ هقول لك ايه واسرد لك ايه؟ وزير شباب والرياضه يخلي الزمالك ياخد قروض من البنوك بضمان منه، مش بضمان بمعنى اصح، بالتدخل منه. في وزير شباب والرياضه يعني ياخد الميزانيات بتاعت مراكز الشباب ويديها لنادي الزمالك. في ناس كتير محترمه. النهارده ممدوح عباس، انت مالك يا دوحه؟ انت مالك يا دوحه ان الاهلي هيلعب بمباراه الجيش الملكي بحضور جماهيري كامل؟ انت مالك؟ وانت بتفهم حاجه في الكوره يا ممدوح؟ وانت بتفهم حاجه في الكوره؟ ده واحد من الناس المغيبه وفاكر نفسه بيصرف على الزمالك، وهو للاسف ولا بيصرف ولا بيعمل وبياخد شو. اي جنيه بيدفع للزمالك من ممدوح عباس بيتخصم من الضرايب عنده. ولا نتكلم في مستشفى الناس يا دوحه بتاعت التبرعات. وبعد كده يطلع طاهر ابو زيد كعب الغزال يقول لك الكرسي ده عشان مش عاجبه جوهر نبيل، الكرسي ده كنت انا اولى بيه، او كان حازم امام كان بقى وزير شباب والرياضه. حازم امام وزير شباب والرياضه، طاهر حازم المزور عاوز يبقى وزير شباب والرياضه. وليه ما يكونش اشرف صبحي ادامك بتميل على الزملكاويه وعاوز تكسب بونت؟ ليه ما يكونش الواد اشرف قاسم؟ ليه ما يكونش اشرف قاسم وزير شباب والرياضه؟ واجهه وبيفهم كوره ومحبوب من خلق الله كلهم، اهلي زمالك اي حد في مصر بيحب اشرف قاسم، وبره مصر في الوطن العربي يحب اشرف قاسم. ليه يا طيطه عايز تبقى وزير شباب والرياضه؟ هو لازم يكون اهلي وزمالك؟ ولازم وزير الشباب والرياضه يكون اهلي وزمالك؟
انت يا طاهر دلوقتي شغلتك إيه؟ انت كنت لاعب كرة قدم وبطلت، وكنت معهد او دبلوم، وانت دلوقتي سمسار اراضي، وجات لك قبل كده على الطبطاب، وانت عندك غرور في نفسك وتروح تقلع الجاكيت والوزير جه والوزير راح. انت واخد بالك؟ وحبيت تأذي النادي الاهلي، ما قدرتش، ما قدرتش، وكان قفا جامد على قفاك، كان قفا جامد على قفاك. هو انت كنت احسن من مين يا طاهر يا ابو زيد؟ انت واشرف صبحي عملت ايه لمصر؟ انت واشرف صبحي والله يرحمه عمرو فاروق، ولا جوهر نبيل اللي جاي نكايه في الخطيب، عملتوا ايه لمصر؟ انت عندك لعيب كوره، دكتور علي شحاته، احسن لاعب لعب باك يمين في مصر وفي منتخب مصر، وكان بيلعب في المقاولين، الدكتور علي شحاته. ليه ده ما بيبقاش وزير شباب والرياضه؟ ليه خالد بيومي على الحياد ما يبقاش وزير شباب والرياضه؟ ليه وليه وليه؟ انت عملت ايه لمنتخب مصر يا طاهر؟ هي بطولة 86 عملت حاجة بعديها؟ انت والخطيب في بطولة 86 ما خدتوش الا بطولة 86. ده انت عندك وائل جمعة وشادي محمد والحضري واحمد فتحي وابو تريكة واحمد حسن. شوفوا واخدين بطولات قد ايه لمصر. بس دي ارزاق، دي ارزاق يا طاهر. وما تيجي تاني تمسح جوخ يبقى امسح جوخ صح. انت ولا كنت تنفع وزير شباب والرياضه، ولا اللي انت عاوز يبقى وزير شباب والرياضه ده ينفع من الاصل وزير شباب والرياضه؟ اقسم بالله اشرف صبحي اللي غار في 60 داهيه ده وشفنا كل المساوئ بتاعته، ما يجي 1/10 في حازم امام في كرهه للنادي الاهلي. عبد الظاهر السقا من احسن ناس لعب الكوره ومن امهر الناس اللي لعب الكوره في مصر، مش عبد الظاهر السقا، الواد عبد الستار صبري، قصدي عبد الستار صبري. ولازم اهلي وزمالك، ولازم اهلي وزمالك. وبعدين ليه وزاره الشباب والرياضه؟ ما تخلوها وزاره الرياضه وخلاص. وانت خليتوا فيها شباب يا مسؤولين، خليتوا فيها شباب. ربنا يستر على الشباب والله، ربنا يستر على الشباب. وهتفضلوا طول عمركم الزمالك مستني الستة ومنتخب مصر مستني التامنة. ده الزمالك لو هياخد الستة قبل ما منتخب مصر ياخد التامنة بالإدارة الفاشلة اللي موجودة. نجيب جوهر نبيل نكاية في الخطيب، نجيب أشرف صبحي عشان يبقى ده، نسيب رئيس الوزراء، نسيب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. هي ماشية بالحب، يبقى قابلوني. ربنا يسترها على مصر قبل الاهلي وزمالك وقبل اي فريق. ربنا يسترها على مصر ونعدي المرحله دي على خير، وباذن الله لا يصح الا الصحيح في الاخر. وباذنك يا رب كل الناس دي هتنضف وهترجع مصر تاني ام الدنيا وام البطولات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.